السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. تاني مرة اسجل لكم لان الكحة بتمسكني وهتلاقوا الليلة بقت مليانة كحة يعني. ربنا يشفي كل مريض. مبدئيا كده نقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضى بها عنا يا رب. وهعمل معاكم بقى الفيديو الجميل القمر الكيوت ده، وهو ان احنا هنخلي الزيتون. طبعا الزيتون بقى ترند يا جماعه على اليوتيوب، تقريبا العالم كله خلي الزيتون، ما عدا انا اخر واحده. احنا رحنا جبنا من السوق الزيتون دوت، والزيتون ده كان كله على بعضه كده يعني. في تفاحي على الكراماله على مش عارف ايه وايه وايه وايه. حضرت له ايه بقى؟ حضرت له جزر مبشور، وده بشرب المبشوره عادي، ولو عندك الكبه بشوري او تقطعي بسكينه عادي. ومعايا كمان التوم دوت انا فرماه. ومعايا اهم حاجه الكرفس، ربطتين كرفس حلوين محترمين، غسلتهم ونقعتهم في شويه خل وقطعتهم. ومعايا كركم، ومعايا زيت، ومعايا سكر، ومعايا كمان الزيتون اللي انا جايباه من زيت الزيتون ده اللي انا جايباه من مطروح. ومعايا كيس ملح. تقريبا هي كمية الزيتون اللي عندي بالويم كده او بالنظر، مش هتحتاج اكتر من كيس ملح. تمام. طيب هعرف منين بقى ان هو عادب او مش عادب؟ انا هقول لك، بس تابع معايا الفيديو للاخر. وعايزه اقول لك لو حابه لو اول مره تشوفي قناتي، ما تنسينيش بالتعليق الجميل، الدعوه اللي من قلبك. ولو مش مشتركه معايا في القناه، فضلا وليس امرا تشتركي معايا وتفعلي الجرس وتختاري الاشعارات للكل علشان يوصلك الاشعار بكل فيديو. بعد كده سميت الله وجبت البوله الكبيره دهيت، ونزلت بكميه الجزر بتاعتي كلها. وما فيش مانع ان في شويه زيتون وقع على رخامها هنحطهم تاني، مفيش مشاكل. لازم ادور على الزيتون كله واحطه علشان ما الاقيش واحده في الاخر وارميها، لاني مش عارفه اعمل بيها حاجه. تمام. بدات اقلب الكميه بتاعه الزيتون. عايزه اقول لكم ان مش دي كلها الكميه، يعني في كمان حبه صغننين كده برضو في بوله على جنب. بس انا قلت خليني اقلب كميه كميه على قدي يعني، لان ما عنديش بصراحه غير البوله الكبيره دي دلوقتي، دي اكبر بوله عندي يا جماعه. بعد ما اتاكدت ان انا قلبت زيتون كويس، انا كنت محضره معايا كمان عشان ما تنسوش كام ليمونه، عصرتهم كده بايدي او بالعصاره عندك العاديه خالص، وخليت القشر لوحده. ومعايا كده عملوا معايا كوبايه عصير صغننه كده اهو. دول كميه الزيتون اللي كانت باقيه معايا. تمام. سبتكم ورحت ادور على حاجه ممكن الاقي حاجه اكبر من البوله دي، لكن لقيت الموضوع صعب عليا شويه. فبدات بقى وقلت لازم اقلب الكميه كلها مع بعض كويس. بدات اقلبه كده من تحت لفوق علشان كل الكميه تختلط بالجزر اللي معايا. تمام اهو. بقولك حاولي على قد ما تقدري ان يكون عندك حاجة واسعة، وكمان انك تخلطي الكمية. بعد ما خلطت كمية الزيتون بالجزر اللي انا بشراه، حطيت عليهم الكرفس وبرضو قعدت اقلبهم كويس. ونزلت بالكام فص الثوم اللي انا مفرمهم، وشوية زيت وبشوية خل وبشوية كركم. الزيت، الخل، الكركم، وكمان حاجتين هيعتبروا مواد حافظة، هيحفظوا لك الزيتون بتاعك. عايزاكي تخلي بالك، انا ما عملتلهوش زي ما اغلب الناس عملت، لا دقيته ولا شقيته بالسكينة ولا اي حاجة. حطيت كمان شوية شطة. هي دي البولة دي كل كمية الزيتون اللي عندي. فانا عايزاكي تبقى عينك هي ميزانك يعني، هتشوفي كمية الشطة قد ايه، كمية الكركم قد ايه، وبرده كذلك كمية الملح قد ايه. بدأت بقى اقلب كل اللي في البولة دي كله مع بعض. ورحت عشان اجيب الكبة. طب هعمل ايه في الكبة؟ هحط كمية التوم الباقية عندي، حبة الزيت الموجودين، وحبة الخل كمان. تمام. وشوية الجزر دول كمان. كويس. وكمان طلعت الشطة اللي احنا عاملينها هريسة مع بعض علشان احط منها. عايزة اقولك ان هي في الفريزر
احلى احتفاظ بيها في الفريزر الحقيقه، يعني شابوه يعني الفريزر بصراحه. اخد منها الحته اللي انا عايزاها، اغطيها بالاسترتش راب واغطيها بالغطا بتاعها واحطها في الفريزر، وشكرا على كده. لا تعفن منك ولا تعمل ريم على الوش ولا اي حاجه من دي اهي. تمام. تمام ماشيين مع بعض كده كويس. هطحن كل دول مع بعض في المطحنه في الكبه وارجع لكم. بقى ناعم زي الفل اهو. هفضي نص الكمية بتاعته على الزيتون بتاعي، وبرضه هقلبه من تحت لفوق كويس علشان الدنيا كلها تبقى مختلطة ببعضها. رحت اجيب كوباية سكر احطها على الزيتون بتاعي، كوباية السكر دي برضه شلت حبة علشان لما اجي اقفل البرطمان بتاع الزيتون في الاخر احط على الوش حبة حاجات كده. بدأت اقلبه اهو. المية والسكر دول سهلين يعني، العصير كده كده هيختلط ببعضه، السكر برضو كده كده هيدوب وهيختلط في الخليط ده كله مع بعضه، لكن لازم اقلب كل حاجة مع بعضها اهي. بصوا شكله عامل ازاي، الزيت عطاله لمعة حلوة قوي، الخلطة ريحتها حلوة قوي، وكمان مع تخزينه ان شاء الله نفتح عليه كمان شهرين برضو هيبقى طعمه حلو قوي. ادي كمية السكر وهقلبها برضو تقليبة حلوة. وهبدأ بقى احط في البرطمان بتاعي. طبعا انت بقى ليكي حرية الاختيار، برطمان ازاز، برطمان بلاستيك. وعلى فكرة البولة لو عندك بولة زي دي وليها غطا، انت ممكن تخزني فيها زي ما هو كده، بس هتبقى صغيرة شوية، يعني يا ريت يكون عندك حاجة أوسع شوية علشان المخلل ياخد حريته. وبعدين مش انت هتسيبيه شهرين برضو. تمام. قلبت معاكم اهو تقليبة حلوة قوي. ومعايا باقي كمية الخلطة، هزود بس شطة اللي هي الهريسة الخضراء، هريسة حمراء اهو. معايا في الطبق الازاز دوت بقية الكمية اللي كانت باقية من الخلطة. وكمان عملت في الكتل مية مغلية كويس، وبدأت اجيب الخلطة بقى اللي باقية دهيت اللي في الطبق الازاز دهيت، وبدأت ازود عليها مية. وكمان انا في المرحلة دي حطيت الملح، وبدأت بالمية السخنة المغلية دهيت ادوب الملح مع الخليط ده كله زي ما انتوا شايفين كده. طيب كمية المية اللي انا هحطها قد ايه؟ كمية المية اللي انا هحطها لغاية لما املأ البرطمان، لغاية لما املأ البرطمان بتاعي كله بالمية. بس هتشوفيني هعمل ايه. بس ادوب السكر، ادوب الملح مع الخليط اللي احنا كنا ضاربينه في الكبة. ننشف بس المية ديت على طول. اللون بتاع المية حلو، تتبيلة جبارة للزيتون وتخليل الزيتون. وعايزة اقول لك على معلومة صغننة، ان انا حطيت خل بس ما حطيتش كمية الخل اللي تعمل لي ان تهري لي الزيتون بتاعي، لا انا حطيت كمية خل بسيطة، منها مادة حافظة ومنها تساعد على ان المخلل بتاع الزيتون ده يعني يبدأ السوا بتاعه، لكن مش يتهري يعني. حذاري وانتي بتحطي كمية الخل بتاعتك. بعد كده حطيت بقى شوية من الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي السايلة وفي البرطمان، وبدأت احط كمية الزيتون بتاعتي، وهبدأ احط حبة من الزيتون وعليهم حبة من الخلطة كمان. هخلص بقى البرطمان بنفس الطريقة وارجع اقولك اخر تكة هنعمل فيه ايه. خلاص اهوت
كنت خلصت كمية الزيتون بحالها، حطيتها في قلب البرطمان. الريحة حلوة، شكلها حلو، الخلطة جميلة يا بنات، جربوها بس. بعد كده اهو البرطمان بتاعي بقى جاهز خالص خالص خالص. محطتش عليه غير كيس سكر واحد. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ فضيت عليه باقي كمية الليمون اللي باقية، وهفتح كمان الزيت اللي هو زيت الزيتون اللي هو بتاع سيوة دوت، اللي احنا شارينه من مطروح مع بعض، واحط على وشه كمية حلوة. عندك زيت زيتون حطي، عندكيش حطي من الزيت العادي، عادي يعني. حطيت معلقتين اهمت على الوش كده اهوت، علشان اقفل بقى البرطمان بتاعي. وزيت الزيتون هيخلي له طعم حلو، هيخلي له ريحه حلوه قوي يا بنات. يعني حاولوا ان يكون متوفر عندكم شويه زيت زيتون، ده هما معلقتين بس مش اكتر. وباقي الليمون اللي هو القشر يا بنات حطيته على البرطمان بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه بقى علشان اخلي بالي من الزيتون بتاعي؟ جبت السريت شراب وحطيته عشان ما اطلع منه كل الهواء، وقفلته كويس ورجيته رجه محترمه زي ما انتم شايفين. وادي الزيتون بتاعنا خلاص بمنتهى السهوله، وعملنا الكميه اللي على قدنا، وان شاء الله نفتحوه مع بعض ونشوف الخلطه السريه الجباره دي عملت ايه في الزيتون. وهقول لكم كمان الوقت بتاعه قد ايه. طبعا كان باقي عندي حبة صغننين حطيتهم في برطمان صغنن كده اهوت. وده كان الفيديو بتاعي، ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ودمتم في الخير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.